بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تأمل درس من شجرة التين في إنجيل لوقا الإصحاح 13. نجد مثلا عن شجرة التين كانت مغروسة في كرم رجل لمدة 3 سنوات. كان صاحب الكرم يأتي ليبحث عن ثمارها لكنه لم يجد شيئا، فقال للكرام: هوذا 3 سنين آتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد، اقطعها، لماذا تبطل الأرض؟ لماذا تبطل الأرض أيضا؟ لكن الكرام طلب منه الصبر وقال: يا سيد، اتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا، وإن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد أقطعها. هذا المثل يحمل درسا عميقا لنا في حياتنا اليومية، إنه يخبرنا أن هناك وقتا محددا للانتظار، ووقتا للعمل، ووقتا لاتخاذ القرارات الحاسمة. 3 سنوات ربما تكون هذه الفترة كافية لتقييم أي مشروع أو علاقة أو هدف في حياتنا. إن لم يكن ثمار بعد 3 سنوات فقد حان الوقت لإعادة النظر والتفكير في الخطوات القادمة. تخيل أنك وضعت كل أمالك في مشروع معين، سواء كان مشروعا تجاريا أو علاقة حب أو حتى هدفا شخصيا. بعد 3 سنوات لم ترى أي نتائج إيجابية. ماذا ستفعل؟ هل ستواصل الانتظار أم ستقرر تغيير المسار؟ المثل يقول لنا أن هناك فرصة أخيرة للاهتمام والعناية، ولكن إن لم تأتي الثمار فلا بد من اتخاذ القرار الصعب. هذا لا يعني أننا لا نكون متفائلين أو صبورين، بل يعني أننا نكون واقعيين ونتخذ القرارات التي تخدم مصلحتنا ومستقبلنا. في حياتنا قد نجد أنفسنا أمام مشاريع أو علاقات لا تثمر. قد تكون هذه فرصة لإعادة تقييم أولوياتنا وتوجيه طاقتنا نحو ما هو أكثر فائدة وإثمارا. 3 سنوات ربما تكون كافية لتقييم مشروع زواج أو خطوبة أو حتى صداقة. إن لم يكن هناك انسجام وتفاهم فقد حان الوقت للتفكير في المستقبل والبحث عن شريك حياة أكثر توافقا. ربما 3 سنوات كافية أيضا لتقييم مشروع تجاري أو مهني. إن لم يكن هناك نمو أو تقدم فقد حان الوقت لإعادة النظر في الاستراتيجية أو حتى تغيير المسار. ولكن ماذا عن الحب؟ هل يمكن أن نطبق نفس المبدأ على علاقات الحب؟